طالب نجم الكرة الجزائرية السابق علي بن شيخ وزارة الشباب والرياضة بالتدخل وفتح تحقيق في قضية صافرات الاستهجان التي تعرض لها الأسطورة رابح ماجر، ومعرفة من حرض الجماهير على التصفير ضد الأسطورة الجزائرية. ودعا بن شيخ من قناة الهداف الجزائرية وزارة الرياضة والاتحادية الجزائرية لكرة القدم إلى إصدار بيانات قوية تضامنا مع ماجر واستنكارا لما تعرض له. وقال علي بن شيخ إنه يعلم من وراء تحريض الجماهير على إطلاق صافرات الاستهجان ضد رابح ماجر. وتابع إلى أن هناك جهة معينة تسعى إلى ضرب تاريخ اللاعبين الذين صنعوا أمجاد الكرة الجزائرية. وقال علي بن شيخ أن السلطة الجزائرية عليها التدخل باعتبار أن رابح ماجر أحد رموز الجزائر وأسطورة قدمت العديد لكرة القدم الجزائرية، ومن واجبها حمايته من هذه الوحوش. للأسف أصبحنا نعيش في غابة مع الحيوانات المفترسة، لا أخلاق ولا تربية. وأضاف: إذا بدأت الدولة في البحث والتقصي ستكشف من يقف وراء هذا التصرف المخزي. ووصف بن شيخ ما تعرض له رابح ماجر تقف وراءه جهات معينة وأنا أعرف من هي. وأضاف علي بن شيخ أن رابح ماجر شرف الجزائر عندما كان لاعبا في صفوف المنتخب الجزائري، كما أن اسمه خالد في كافة دول العالم. واختتم علي بن شيخ كلامه على السلطة الجزائرية التدخل في أقرب وقت ممكن والقضاء على هذه الوحوش البشرية التي تدخل الملاعب الجزائرية.